حقك عليا والله العظيم، حقك عليا يا زمالك، انا حقك عليا انا. اتنين ضيعونا ودغدغونا ودغدغوا مشاعرنا وخلونا يحصل فينا المنظر اللي حصل ده. انا بحاول اكون هادي علشان عندنا نهائي قاري يوم الاحد الجاي، بحاول ان انا ما انفعلش علشان الوضع يعني، لكن في اتنين النهارده ضيعونا. اكتب كده قبل ما اتكلم خالص، اكتب ادعم الزمالك. كل اللي في الفيديو اكتب ادعم الزمالك، ادعم الزمالك، ادعم الزمالك، ادعم الزمالك، وعاش الزمالك، وهنفضل في ظهر الزمالك، وهنفضل نحلم، وهنفضل نحب النادي ده. لكن ايه ليه ما نكسبش؟ هو حرام ان احنا نكسب ماتشات ورا بعض؟ حرام ان احنا ننافس في الدوري؟ اتفضل يا اهلي، اتفضل يا اهلي، الدوري خلاص، ريح دماغك انت وبيراميدز، وهديه من عم جوميز يضيع الزمالك النهارده، والفار يكمل على الزمالك. ليه الفار كمل على الزمالك؟ لان مش معقوله يعني الريتم بتاع الماتش اللي اتدغدغ، رتم الماتش الدغدغ، عارفين يعني ايه كلمه الدغدغ؟ ده ماتش كده شغال، خد يا اعمل يا، هو ده اللي كان بيحصل في الماتش. حسام حسن ايه يالا الكلاحه دي، كلاحه كرويه مرعبه، كلاحه كرويه مرعبه. حسام حسن ده لو اللي شافه في ماتش الاهلي ما يشوفوش النهارده، اللي شافه في ماتش الاهلي ما يشوفوش النهارده. احنا كام واحد؟ احنا 1000 في اللايف، عايزين 1000 لايك، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك، وشير الفيديو ده في كل مكان، واثبت حضورك بكتابه عاش الزمالك. التحكيم وجوميز شركاء في خساره الزمالك النهارده، يليهم حسام حسن وعم البنا. ضربة جزاء الزمالك صحيحة يا جماعة، لينا ضربة جزاء صحيحة هتتقمص من صحيحة، ضربة جزاء الزمالك صحيحة، ولو كانت للنادي الاهلي ما كانوش يجرؤوا يلغوها. ليه؟ لان الواد اتضرب واحدة في الاول، وتاني واحدة خد فيها بتاع، وتالت واحدة الواد كالو. مش فاهم ليه اتلغت، يعني بما تفسر الغاء ضربة جزاء الزمالك، بما تفسر الغاء ضربة جزاء الزمالك. بص انا عايز البس تيشيرت، فخليني اعمله كده عشان ايه؟ انا عايز ابقى زملكاوي النهارده قوي، وعايز ابقى داعم للفريق قوي، ف يعني حاجه غريبه. لكن في بقى شويه تفاصيل كده. ايه يا زيزو؟ ايه يا زيزو؟ زيزو النهارده يا جماعه كان بيباصي الكرات بدون اي معنى، مش عارف ابدا بمين ولا بمين. طب انا بصوا، انا راجل، انا مش هحكم عليكم. ضربه الجزاء صحيحه ولا مش صحيحه بتاعه الزمالك؟ اكتب انت في التعليقات، واثبت حضورك بلايك. كله يا ريت يعمل، كل اللي في الفيديو حالا يعمل لايك كده حلو، علشان نتكلم بقى بما يرضي الله. ليه الزمالك ما عندوش شخصية استمرارية المكسب؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، ليه حظنا وحش؟ يعني الجون الاوفسايد ليه اوفسايد؟ يعني ليه الملي ده؟ علشان ناصر منسي عطر رجله، علق رجله وهو بيدي الثرو. كنت ادي يا راجل الثرو. ثقافة الهزيمة، بص والله يا ابو استاذ محمود فوزي لسه هقولها، روق يا ثقافة الهزيمة. ثقافة الهزيمة ان انا مش شايف روح، النهارده في الماتش. وعلى فكرة انا مش هقول لك بقى ضربة جزاء صحيحة ولا مش صحيحة، انتوا قلتوا صحيحة، او سيف بيقول ضربة جزاء صحيحة، لا مش صحيحة طبعا عمر، كل واحد بيقول تمام تتحسب في كل الدوريات. محمد جمال خطأ مش ضربة جزاء، للامانه مش ضربه جزاء. طيب انا هتعامل ان هي مش ضربه جزاء ليه؟ عشان النهارده اللعيبه بتاعتنا ما كانوش في مسؤوليه ان هم يبقى اطلع دافع عنهم ان احنا لينا ضربه جزاء. امتى دافع وامتى اخش في الخناقه دي؟ لما اشوف ان انت واقف على رجلك. لكن مفيش انا ما شفتش روح، ما شفتش اصرار. يعني بصراحه يعني الخساره النهارده يتحملها 150% عم جوميز. والله بدأ تشكيل زي الزفت، والتغييرات متأخرة، وفزلكة ولعب بدون أساسيين كأننا واخدين الدوري من 100 سنة. في حاجة سلبية جدا جدا في لعيبة الزمالك، ان كل واحد يغلط. النهارده دونجا غلط، لعب الكرة غلط، راح شخط في محمد شحاتة. زيزو غلط، راح شخط في محمد شحاتة. لا احنا ما عندناش معلمين يا جماعه، لازم كابتن عبد الواحد السيد، وكابتن حسين لبيب، وكابتن احمد سليمان، وكابتن حسين السيد، وكل المسؤولين عن فريق الكوره يبقى في كلام واصل للعيبه ان ما عندناش معلمين ولا لعيبه كبار على لعيبه. محمد شحاتة لاعب في الزمالك، وحضراتكم لاعبين في الزمالك، تمام. عبد الله السعيد، يعني انا لسه مش عارف هنتعاقد امتى مع عبد الله السعيد.
انا اسعد بني ادم في الدنيا بوجود عبد الله السعيد في الزمالك، لكن مش مستوى يا عبد الله، مش مستوى خالص، مش مستوى جدا، مفيش عبد الله. احمد سامي النهارده خد اللي هو عايزه من الماتش. حاجه تكسف وتحزن وتزعل ان يبقى عندك واحد زي جوميز الاجنبي اللي عامل اللي مسوي اللي وفي النهايه تخسر بالشكل السيء ده. هل ما ينفعش نفرح يومين ورا بعض في الزمالك؟ هل ما ينفعش ان انا النهارده ابقى كسبان بعد ما كسبنا امبارح نهائي افريقيا قدام الاهلي؟ لا والله انت زملكاوي، الحاجات دي ما ينفعش. طب ليه؟ طب ليه يا جماعه ما تسترجلوا؟ عندك اسبوع يا عم جوميز، واللي انت عملته تسبب ان لعيبه الزمالك كانت بتتكسر. سموحه في اخر الماتش كانوا بيكسروا دونجا وكسروا ناصر ماهر وكسروا اكتر من لاعب. يعني بصراحه كل اللي اقدر اقوله ان فعلا الزمالك النهارده خسر نفسه، ورجال الفار قاموا بالمهمه زي الفل. هل هم ظلموا نادي الزمالك؟ لا، الزمالك ما اتظلمش من الفار. الزمالك اتظلم عن طريق حاجه واحده بس، ان القرارات كانت بتطول قوي. هي الناس عماله تعمل هاها على الفيديو ليه؟ الناس عماله تعمل هاها على الفيديو ليه؟ بجد والله انتوا بتعملوا هاها على الفيديو ايه؟ هل انا هطلع اقول لك تحكيم ومش تحكيم؟ لا، التحكيم اتاخر في قرار واحد بس، هو طرد حسام حسن. ليه طرد حسام حسن اتاخر؟ لان حسام حسن من اول دقيقه بيمثل، من اول دقيقه بيرمي نفسه، من اول دقيقه بوم، من اول دقيقه هوب غطس بالانس اعمل مش عارف ايه. تقييمي لعيبه الزمالك النهارده بالكامل صفر. صفر النهارده. تعالوا نقيم اللعيبه بقى، وايه اثبت حضورك. انتوا على طول انتوا ما بتعملوش لايك ليه؟ ولا انتوا مبسوطين بالهاها اللي شغاله دي؟ اعملوا لايكات يا جماعه، غطوا على الهاها اللي شغاله دي والنبي. واخواتنا الاهلاويه احنا عايشين روح رياضيه، ما تسخنونيش. انا مؤدب اهو جميل والناس حتى زعلانين من اللي انا بعمله، فبلاش تسخنوني. اما بسخن بيبقى فيها اغاني وبيبقى فيها لطافه، وانتوا عندكم نهائي افريقيا واحنا عندنا نهائي افريقيا، فعايزين ربنا يبارك لنا. كده ايوه، اصحى معانا كده. طبعا الخساره بتاعت الزمالك النهارده ضيعت الدوري، والف مبروك ضيع الدوري. بدل ما كنت هتبقى ناطط للمركز العاشر ومتساوي مع الاهلي، حضرتك سبت في ال15. والله زي ما بقول لك كده، فسبت في المركز ال12. كنت تكسب يا عم، كان هيبقى بينك وبين الاهلي ماتشين 6 نقط وشكرا، وانت بتساوي معاه. عندك ماتش الاهلي يقع مع بيراميدز، هوب يا باشا انت بقيت فوق. لكن اللي انتوا عملتوه عبث، وضيعتوا الفريق وضيعتوا الدوري. الاخطاء اللي حصلت النهارده ما ينفعش تحصل قدام نهضه البركان، عشان هنتاكل. لو بقينا نعيط على كل كره عشان عايزين ضربه جزاء هنتاكل. علشان تكسب لازم يبقى الفريق كله على قلب رجل واحد، وكله بيدعم كله، ما فيش لاعب معلم على التاني، غير كده هتتاكل. علشان تكسب يا مستر جوميز لازم تبدا بنفس الروح اللي لعبت بيها الماتش اللي فات، بنفس الروح اللي حصلت. ده مش الفريق اللي كسبان الماتش اللي فات 3 بره مصر، لا. وما تقوليش اجهاد، وما تقوليش اي كلام. الموضوع كله ان في تشكيل بادئ غلط، في لعيبه اتغروا من لا شيء. مش معقوله نكسب الاهلي نروح نترزع الماتش اللي بعديها، نكسب دريمز نيجي نترزع الماتش اللي بعديها. ليه بتعملوا كده؟ لازم يبقى فيه اراده وروح وعزيمه واصرار وروح لتيشيرت الزمالك. لازم التيشيرت ده تحترموه اكتر من كده. انتوا هيجيلكم خلال اسبوعين فرصة للتاريخ، انك تصعد للنهائي بتاع كاس السوبر الافريقي، انك تفوز ببطولة قارية، انك تدخل للنادي فلوس تنقذ النادي ماديا، انك هيجي لك جمهور هيملى لك استاد القاهرة لو لعبت قدامه كده. ده انت مش هتتحدث بالقوطة، انت هيحدفوك بعاب السجاير. مش ممكن بجد والله ما ممكن. اللي بيحصل تهريج وعبث. انا هقولها ورزي على الله. بص للنادي الاهلي وشوف امبارح الاهلي وهو مش عايز يخسر، وحش ومستواه مش كويس ومش عارف كسبان 3. هتقول لي تحكيم؟ لا مش تحكيم، في حاجه اسمها روح، في اراده مش عايز اخش في حاجات تزعلنا وتخليني ابقى عامل مش عارف ايه. انا كنت انت على فكره انت كنت معلق فوزك بالدوري على هزيمه الاهلي. احب اقول لك انسى تاخد الدوري. طبعا يا استاذ علي الشربيني انسى، لان عندنا اللعيبه ما عندهاش اصرار، وجوميز مش عايز الدوري، وهو ده اللي حصل. ايه كشري ابو طارق يا عم؟ ايه المشكله؟ حلو كشري ابو طارق، جميل كشري ابو طارق. نفسي اكل كشري مع اني متسمم امبارح، بس نفسي اكل كشري برضه. تشكيل خطا من البدايه ده عمر. نقيم اللعيبه، حاضر، هندي تقييمات اللعيبه، واللي يزعل بكررها تاني، اللي يزعل. ليه اللي يزعل؟ لان انتوا كسفتونا، فانا مش هتكسف اني هاجمك او انتقدك، مش هتكسف.
تمام يا مادو. هو الاهلي بدأ التشكيله الاساسيه امبارح؟ لا، شوف الاهلي امبارح كان عامل ازاي والروح عامله ازاي. احمد عبد الله لعيبه مغرورين عن فاضي ومفيش اي روح. الزمالك عشان كده بالظبط. ادي لشحاته حقه. محمد شحاته يا جماعه مظلوم، وكل اللعيبه النهارده افترت على محمد شحاته، وبقولها يا جمهور الزمالك ادعموا محمد شحاته. وقدام اي لاعب يقلل من محمد شحاته او يحاول ان هو يكسر في مقاديف محمد شحاته. متيابه قدام وقت كتير، تحكيم بيلعب ل 100 يا جماعه عشان النبي بس. الماتش وقف من الدقيقه 80 اتلعب الدقيقه 90. الوقت البدل الضايع ده احنا مش متجاملين فيه. اتفرج كده. امال ليه بقول لك الفار هو اللي بوظ؟ اقسم بالله انت بني ادم تفهم كوره. الله يخليك يا عم محمد يا ناصر، شكرا ليك. ماضوا كده الدوري كل سنه وانت طيب. طبعا يا استاذ حماده كل سنه وانت طيب في الدوري. والله حرام الوحش عشان شكلنا بقى وحش. محمد سامي، انا اخد تعليقاتكم، عايز اوصل صوتكم. اثبت حضورك بلايك وناخد تعليقاتكم. سيبك من الدوري. مبروك عليك عبد الله. عيب يا استاذ ابو المعارف. عبد الله السعيد سيء جدا النهارده. تحكيم لازم يخسر الزمالك. عبد الستار. عبد الله السعيد على الفرق. انور لا بعد اذنك بلاش نقول الكلام ده، ننتقد مستوى. لكن عبد الله السعيد لاعب كبير قوي يا جماعه. طرد حسام حسن. ايه الدنيا يا مادو، انت راجل محترم كده كده حبيبي يا استاذ حسين. حسام حسن طرد لانه بيمثل طول الماتش ومستفز طول الماتش وبيضيع وقت بافوره يعني. فريق اللقطه لعيبه شغاله على اللقطه. شكري. عاش الاهلي. احمد عادل. انسى فريق افريقيا مع المدرب ده. لا يا احمد يا ديب، احنا اللي هنجيبها، الجمهور هو اللي هيجيبها يا استاذ احمد. الروح يا مادو بالظبط يا استاذ احمد يا جمال. الروح والله العظيم. ضربة جزاء لحسام حسن. شد حسام حسن ما تستاهلش. لا خالص خالص ما توصلش لكده. انتوا شايفين بتاعت حسام حسن يا جماعه ضربة جزاء ولا لا؟ برضو الراي لحضراتكم. احنا جات لنا جلطات من الزمالك. محمد ممدوح والله كلنا يا استاذ محمد ممدوح تعبنا. والله انت زملكاوي بس انت حبيبي. تعالى اعزمك على اكل السمك عندنا في اسكندريه حبيبي محمد. الله يخليك. فريق ما نهضه البركان ما عندهاش هزار. بالظبط يا استاذ محمد يا ناصر. في ضربه جزاء ملغيه لسموحه واتعكست على طرد لحسام وباينه قوي شد تيشيرت احمد عبد الله. انتوا غلابه. كلنا غلابه يا عم. قدر الله مش هيفعل. محمد الغرور وحش وحش في اللعيبه. ده طلعت اول مره اشوف حكم ما عندوش احتواء. والله الدوري خلاص. ايوه احمد حبيبه خلاص طبعا. 9 نقط فرق بينك وبين الاهلي. فكل سنه وانت طيب يعني. كل سنه وانت طيب. بصراحه ضربه جزاء لحسام حسن. وليد عزت مستواك هو فعلا في شد يا جماعه. انا اقول بما يرضي الله في شد طبعا. بس هو اللاعب مثل كتير قوي فضيع حقه يعني. تمثيل اوفر بصراحه. عموما لا مش زي بتاعت سامسونج. بتاعت سامسونج كانت من الدراع دي شده كده كده بالظبط مش كده بس. عموما عاش الزمالك دائما وابدا. هيفضل الزمالك في القلب. هارد لك لجمهور الزمالك فقط المحترم. هارد لك لكل واحد في جمهور الزمالك النهارده سافر وتعب وشجع لاخر ثانيه. شكرا لجمهور الزمالك الداعم الاول دائما للنادي، وهم اصحاب النادي شاء من شاء وابى من ابى فهم الباقيين. و الله يسامحهم بقى. الله يسامحهم. اثبت حضورك دايما بعشر الزمالك. لو اول مره تتابعنا يا ريت تعمل متابعه، ولو عامل متابعه يا ريت فورا تنضم لليوتيوب من خلال اللينك اللي ظهر لحضرتك ده دلوقتي حالا. نروح على اليوتيوب. هنكمل على اليوتيوب وهنفضل مكملين شويه على اليوتيوب. اثبت حضورك بلايك وشير الفيديو في كل مكان. عاش الزمالك عاش الزمالك. والله يسامح اللي كان السبب في الهزيمه النهارده. سلام عليكم.